طب يا جدعان، في خلال فيديو النهارده هنتكلم عن اخر التسريبات والاخبار بتاعه عالم الام سي يو، وبلاش ان احنا نطول ولا نخش في الفيديو. وفي البدايه كده عايزين نتكلم على اخر حاجه هي لسه حاصله اول امبارح، واللي حرفيا خلت النت كله ان هو يتقلب على بعضه. طيب بالنسبه للناس اللي مش فاهمه، فانا كلامي هنا عن التحديثات بتاعه فيلم سبايدر مان 4، ولكن اللي توم هولاند بنفسه قالها. وفي حاله ان انت مش عارف، فاحنا عندنا توم هولاند كان طالع في بودكاست من كام يوم، ومن ضمن الكلام اللي كان بيتكلم عليه جوه الفيديو ان هو كان بيتكلم على ايه دلوقتي اللي بيحصل مع فيلم سبايدر مان 4. والصراحه قال كلام كتير جدا بياكد التسريبات اللي عماله بتنزل. في بدايه الكلام بتاعه قال ان هو قرا السكريبت بتاع الفيلم، والسكريبت هو محتاج شويه شغل، ولكن بالرغم من كده الكتاب اللي كتبوه فعلا عملوا شغل كويس جدا. وذكر برضه ان هو قرا الدرافت اللي هي تعتبر المسوده بتاعه الفيلم. وفي حاله ان انت مش عارف يعني ايه المسوده بتاعه الفيلم، فدي اول حاجه بيعملوها قبل كتابه السكريبت نفسه. فهم بيقولوا لك فيلم سبايدر مان 4 مثلا احنا هنعمله، فاحنا محتاجين نعمل فيه الافكار دي. زي مثلا سبايدر مان نو واي هوم لما جم عشان يعملوه قالوا ان هم عايزين يظهروا توبي ماجواير واندرو جارفيلد، فهم في الاول حطوهم في المسوده، وبعد كده رتبوا ظهور الشخصيات دي هيبقى عامل ازاي جوه السيناريو نفسه. فاظن كده ان انت فهمت المسوده بتبقى ماشيه ازاي نوعا ما. وقال برضه ان هو قرا السكريبت ده من حوالي 3 اسابيع لما هو وزندية الاتنين كانوا قاعدين في الصاله في البيت، والسكريبت يعتبر هو جامد جدا بالنسبه له وحمسه للفيلم. وكمان جوه الكلام بتاعه هو ذكر ان هو برضه عايز يقدم مايلز موراليس خلال الفيلم، وده لما هو قال ان هو كان عايز يبقى في علاقه بينه وبين شخص تاني، زي بالظبط لما كان روبرت داوني جونيور كان هو اللي بيرعاه في خلال فيلم سبايدر مان هوم كومينج. فهو هنا قصده ان هو عايز يبقى هو كمان معلم لشخص تاني، واللي هو طبعا مايلز موراليس مش محتاجه اي نقاش. وبعد كده دلوقتي هو بيقول ان هو بيحاول يفكر ازاي هيلعب الشخصيه صح، وبيحاول ان هو يرفض الافكار او القرارات بتاعه استوديوهات مارفل. يعني من الاخر كده هو مش بيوافق على كل حاجه يقولوا له ان انت تعملها فيعملها، هو عايز يقدم الشخصيه بتاعه سبايدر مان بطريقه صح. وبالنسبه لميعاد نزول الفيلم، فالكلام اللي هو قاله بالنص، وده اللي بياكد التسريبات كلها اللي عماله بتنزل، ان هو قال ان هو صعب دلوقتي الفيلم انه ينزل في خلال التايم لاين اللي موجود قدامنا حاليا، وهم دلوقتي بيحاولوا ينزلوا الفيلم ده ما بين فيلم افنجرز دومزداي وافنجرز سيكريت وورز. فده كده بياكد التسريبات اللي هي عماله بتنزل والسبب واتكلمت عليها حوالي 3 4 مرات قبل كده. فكده التسريبات اللي كانت بتنزل فعلا طلعت صح، وغالبا كده الفيلم ده هينزل بعد افنجرز دومزداي بشهرين، يعني ممكن تقول كده في خلال شهر 7 او شهر 8، حسب هيخلصوا التصوير امتى وعلى حسب ايه اللي هم هيعملوه بالظبط جوه الفيلم. والتسريب اللي بعد كده برضه بيتكلم على فيلم سبايدر مان 4، والتسريب هنا بيقول ان احنا عندنا ويليام ديفو هيرجع تاني في خلال فيلم سبايدر مان 4، وهيلعب نسخه تانيه من جرين جوبلين، ولكن دي هتكون النسخه الاصليه لعالم الام سي يو نفسه. وكذلك برضه عندنا مايكل كيتن هيرجع تاني بالدور بتاع الفولتشر جوه فيلم سبايدر مان 4، وهيبقى فيه فيلن تالت واللي هو مستر نيجاتيف، وده اللي بيحاولوا يشوفوا ممثل دلوقتي يلعب الدور برضه، اللي مذكور هنا ان هم دلوقتي في المحادثات مع الممثل. وبالنسبه للنقطه بتاعت ويليام ديفو برضه عشان اقول لك اللي عندي، انا بالنسبه لي حاسس بنسبه كبيره ان هو ممكن الكلام ده ما يكونش صح، وده طبعا بسبب المشكله بتاعت مارفل وسوني اللي احنا لسه عارفينها من قريب وقلت لكم عليها، ان للاسف سوني لو قدمت شخصيه عندها في العالم بتاعها مارفل ما ينفعش ان هي تقدمها عندها، وعشان كده احنا ما عندناش المبنى بتاع اوسكورب في الام سي يو. بس الله اعلم برضه يمكن مارفل وسوني اتفقوا على حاجه تانية احنا مش عارفينها. والتسريب اللي بعد كده هو التسريب موثوق، والتسريب هنا بيقول ان شخصيه دكتور دوم بتاعه روبرت داوني جونيور، الشخصيه دي هتظهر في 4 اعمال قبل فيلم افنجرز سيكريت وورز وافنجرز دومزداي، والظهور بتاعه هيبقى ظهور عن طريق ان هم يقدموا لك الشخصيه دي بانه انتي هيرو مش بانه فيلن، وواحده واحده هيخلوه ان هو يكون الفيلن بتاع افنجرز سيكريت وورز، وده طبعا الشيء الطبيعي. ولو تفتكر الكلام ده انا قلته من زمان انه دكتور دوم ما يعتبرش فيلن بمعنى الكلمه، هو يعتبر انتي هيرو لان الناس هي فاهماه غلط، فهو اي مشكله بيلاقيها قدامه بيصلحها من وجهه نظره الشخصيه، والناس هي اللي بتفهمه غلط. وتذكر برضو ان هو اول ظهور ليه في خلال فيلم الفانتاستيك فور اللي باسم ذا فانتاستيك فور فيرست ستيبس. مارفل هتقدمه قدامنا على انه شرير او فيلن يعتبر هو خطر ولازم الافنجرز يتعاملوا معاه، اللي هو يعني زي ما احنا ما بنسميه بالانجليزي افنجرز ليفل ثريت، اللي هو معنى تاني خطر لا يستهان بيه. والتسريب اللي بعد كده بيقول ان احنا عندنا اندرو جارفيلد هيرجع بالفعل في خلال فيلم افنجرز سيكريت وورز، ولكن الدور بتاعه هيبقى دور كبير خصوصا مع توم هولاند. والصراحه الموضوع اتقفل على كده، يعني مفيش اي تفاصيل تانية مكتوبه، ولكن على حسب شويه اشاعات تانية ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. في اشاعات كانت عماله بتقول ان احنا في خلال افنجرز سيكريت وورز هنلاقي انه اندرو جارفيلد وتوبي ماجواير بيواجهوا توم هولاند. طب ليه هيواجهوه؟ اعتقد بالنسبه لنا من وجهه نظر الشخصيه عشان هو ممكن يكون موجود قدامنا بالبدله بتاعه السيمبيوت، بس برضه ارجع واقول لك لحد دلوقتي مفيش اي سبب واضح قدامنا. وبالمناسبه برضه محتاج ان انا اتكلم هنا كلمتين صغيرين
صغيرين عشان الناس اللي عماله بتقول لي انه اندرو جارفيلد مش هيظهر في خلال افنجرز سيكريت وورز، وده عشان الدعم اللي عمله في خلال اخر مقابله ليه وكل الكلام اللي احنا كلنا عارفينه هنا. عايز اقول لك كل الفيديوهات اللي انت شفتها والناس اللي عماله تقول لك انه كده مش هيظهر والكلام ده كله، الكلام ده يا جدعان فاكسان، الكلام ده مش حقيقي. اندرو جارفيلد هيبقى موجود في خلال افنجرز سيكريت وورز، نقطه ما فيهاش نقاش. نقطه الدعم بتاعه اللي كان موجود في خلال المقابلات الاخيره، الكلام ده يا جدعان ما اثرش عليه لحد اللحظه اللي انا بتكلم فيها ومش هيأثر عليه، لان بكل بساطه في حاله ان انت برضو مش عارف، احنا عندنا بيدرو باسكال اللي هو يعتبر دلوقتي بيلعب الدور بتاع مستر فانتاستيك، هو نفسه دعمنا برضو الفتره الاخيره. طبعا انا مش محتاج ان انا اتكلم، انت خش على اليوتيوب ولا خش على السوشيال ميديا هتلاقيه ان هو بيدعمنا. طب اذا كان اندرو جارفيلد ان هم هيشيلوه، طب ما كده المفروض يشيلوا بيدرو باسكال اللي هو دلوقتي بيصور الفيلم بتاع الفانتاستيك فور اصلا. فكل الناس اللي انت شفتها عماله تقول لك انه كده خسر كل حاجه والكلام ده كله، الكلام ده يا جدعان مش حقيقي. وحتى هو ليه فيلم يعتبر هو لسه نازل من قريب برضه مفيش اي هجوم حصل عليه. فيا جدعان بلاش ان انتوا تصدقوا الناس الفاضيه اللي عماله بتقول كلام من غير اي مصادر ومن غير اي ادله. وطبعا انتوا عارفين انا هنا 24 ساعه بتكلم عن مارفل، فلو في حاجه زي كده هتحصل هطلع اقول لكم عليها. والتسريب اللي بعد كده يعتبر هو تسريب موثوق، والتسريب هنا بياكد ان احنا عندنا المخرج سام ريمي بالفعل هيخرج فيلم دكتور سترينج 3، ومن المحتمل انه الفيلم ده يكون فعلا باسم دكتور سترينج تايم رانز اوت، بس دي حاجه لسه ما اتاكدتش. وشخصيه كيليا هترجع برضو جوه الفيلم وهيبقى في علاقه بينها وبين دكتور سترينج. وعندنا دينزل واشنطن يعتبر دلوقتي في محادثات مع مارفل على انه يلعب الدور بتاع دورمامو في خلال الفيلم. والتسريب اللي بعد كده هو يعتبر تسريب موثوق وبيأكد انه توم هولاند هيلعب دور قيادي في خلال فيلم افنجرز دومزداي. وحسب كده كام اشاعه كانت عماله بتنزل، فمن المحتمل ان احنا نلاقي انه توم هولاند هيموت في خلال افنجرز دومزداي، وبعديها هينزل فيلم سبايدر مان 4 وهنشوف فيه رجوع سبايدر مان تاني. وفي حاله ان الاشاعات دي هي طلعت بالفعل صح، فانا حاسس كده ان هم هيقتبسوا بشكل كبير القصه بتاعت كريفل لاست هانت، وده لما سبايدر مان هو مات ورجع للحياه تاني. ولو تفتكر ده الكلام اللي انا سبق واتكلمت عليه قبل كده، انه كيفن فاجي كان عايز يعمله في خلال سبايدر مان 4، وسبق واتكلمت يجي مليون مره على انه كان عايز يموت سبايدر مان ويرجعه للحياه تاني. فالصراحه لو حاجه زي كده تطلع صح فده هيكون جمدان. والتسريب اللي بعد كده يعتبر برضو تسريب موثوق، والتسريب هنا بيأكد ان احنا عندنا شخصيه ديدبول وولفرين هيكون ليهم دور ولكن صغير في خلال افنجرز دومزداي، يعني مش هيكون ليهم تأثير كبير جوه الفيلم، ولكن الدور بتاعهم هيكون كبير في خلال افنجرز سيكريت وورز. والتسريب اللي بعد كده بيقول ان احنا عندنا دلوقتي في خلال فيلم فينوم ذا لاست دانس في 2 بوست كريت سين، وفي واحد منهم هينتقل خلاله ايدي بروك للكون بتاع الام سي يو، وبالنسبه للبوست كريت سين الثاني فده هيمهد لفيلم سبايدر مان 4 وهيكون بيتكلم عن نل. وبالمناسبه برضو عشان الناس اللي كانت عماله بتكلمنا على الانستجرام على اخر بوست انا نزلته بخصوص المده بتاعت فيلم فينوم ذا لاست دانس، فيا جدعان المده اللي انا كنت كاتبها كنت كاتب خلالها ان هي دي من غير البوست كريت سين، ده بالظبط نفس الكلام اللي اتقال، نفس الكلام اللي انا كتبته لك. غير كده انا بالنسبه لي ما اعرفش المده بالظبط هتكون كام، لان برضو في الوقت الحالي اللي هو يعتبر ناقص اسبوع على نزول الفيلم انا ما اعرفش برضو المده هتكون كام بشكل رسمي. وحاولت افهم برضو من المواقع بتاعت حجز الافلام ولكن برضو ما فيش اي حاجه واضحه، بس يعني الموضوع مش هيبقى صعب اكيد، يعني هيوضح قدامنا اليومين الجايين. والتسريب اللي بعد كده يعتبر هو تسريب موثوق، والتسريب بيأكد ان روبرت داوني جونيور هيصور المشاهد بتاعته لفيلم افنجرز دومزداي في مده حوالي 3 شهور بس، وبدايه التصوير بتاعه الفيلم هتبدا مع شهر مارس 2025 وهتستمر لمده 5 شهور. والتسريب اللي بعد كده برضه بيتكلم على فيلم افنجرز دومزداي، وخلي بالك عشان التسريب ده تسريب موثوق، التسريب هنا بيأكد ان احنا في خلال افنجرز دومزداي هيبقى عندنا علاقه حب بين سكارلت ويتش وبين دكتور دوم بتاع روبرت داوني جونيور، وشخصيه سكارلت ويتش في خلال الفيلم هتبقى شخصيه اساسيه والدور بتاعها هيبقى دور كبير. لو هتكلم عن وجهه نظر الشخصيه او على اللي انا متوقع انه هيحصل بناء على الكلام ده، ان هي كده سكارلت ويتش هي اللي هتساعد في انشاء الكون بتاع الباتل وورلد، وانا بالنسبه لي مش مستبعد ان هي ممكن تكون الشخصيه اللي تواجه الفريق بتاع الافنجرز بالكامل، لان لو تاخد بالك الكلام ده احنا قلناه برضو ساعه التسريبات القديمه بتاعت فيلم افنجرز ذا كانج داينستي، وبرضو طلع الكلام ده كان صح، وان هو كانج كان المفروض هيبقى فيه علاقه حب بينه وبين سكارلت ويتش، وكان هيستغل نقطه ان هي بتحبه عشان ينشئ الكون بتاع الباتل وورلد، وبعد كده في خلال افنجرز سيكريت وورز كان هيسيبها وكانت هي هترجع للفريق بتاع الافنجرز تاني. فيمكن مارفل هي واخده نفس الطريقه دي اللي كانت موجوده قبل كده في الفيلم بتاع كانج داينستي وهترجعها تاني خلال دومزداي والسيكريت وورز. وبالنسبه للناس اللي فاكره ان سكارلت ويتش هتموت، فسكارلت ويتش مش هتموت في خلال السيكريت وورز، وده لانها هتكون شخصيه اساسيه في المرحله بتاعه المتحولين اللي هتبقى بعد السيكريت وورز على طول. والتسريب اللي بعد كده تسريب بيتكلم على النهايه بتاعه فيلم افنجرز سيكريت وورز، والتسريب ده بيأكد ان احنا عندنا الفيلم ده هو اللي هينهي
تنهي موضوع الصاجة بتاعة المالتيفيرس. وبالنسبة للنقطة بتاعة ان مارفل كانت هتقسم فيلم السيكريت وورز لجزئين، حاليا دلوقتي مارفل بتفكر ان هي مش هتقسم الفيلم والفيلم هيبقى فيلم واحد وبس. فكده شكل مارفل عمالة بتتراجع عن الخطط اللي هي كانت عايزة تعملها قبل كده. بس طبعا طالما فيلم افنجر سيكريت وورز هيبقى فيلم واحد فكده المفروض الفيلم يكون طويل. والتسريب اللي بعد كده تسريب موثوق برضه، والتسريب هنا بيأكد ان روبرت داوني جونيور هيظهر بالدور بتاع دكتور دوم في خلال فيلم سبايدر مان 4، ولكن هيظهر يعمل ايه بالظبط هنا مفيش اي تفاصيل اتقالت. بس انا بالنسبه لي شخصيا مش فاهم يعني هيظهر هيعمل ايه، خصوصا ان احنا المفروض هنفهم في خلال دومز داي ان هو يعتبر شخصيه دكتور دوم اللي هو الفيلن بتاع الافنجرز كلهم دلوقتي، فالمفروض حتى كمان سبايدر مان يبقى عارف حاجه زي كده. والتسريب اللي بعد كده هو تسريب موثوق والسبب وقلته قبل كده ولكن دلوقتي بيتاكد تاني، ان هو البوست كريت سين بتاع فيلم كابتن امريكا بريف نيو وورلد هيمهد بشكل مباشر للفيلم اللي مارفل هتعمله بتاع وورلد وور هالك. لو تفتكر الكلام ده انا سبق وقلته من زمان، وقلت ان مارفل هتعمل الفيلم ده كده كده، ولكن في اللحظه الحاليه هو دلوقتي بيتاكد انه بالفعل بوست كريت سين ما زال هيمهد للفيلم ده، بس مش معروف اذا كان مارفل فعلا هتلحق تعمله قبل الدومز داي او بعد الدومز داي وقبل السيكريت وورز ولا لا. لان بالنسبه لي من وجهه نظري الشخصيه ممكن يحصل قبل السيكريت وورز وممكن خلاله يقدموا الشخصيه بتاعه المايسترو، ودي الصراحه هتبقى حاجه كويسه جدا من ناحيه بحيث ان هم يرجعوا هالك القديم تاني اللي احنا كنا عايزينه، ومن الناحيه التانيه يعرفوا ان هم يحكوا على الاقل جزء صغير من السيكريت وورز واللي هي كانت موجوده في الكوميكس ولكن من الجانب بتاع شخصيات هالك. يعني من الاخر كده زي ما احنا ما بنقول يدوا للشخصيه القيمه بتاعتها تاني. والتسريب اللي بعد كده تسريب موثوق ومش عارف انت هتصدقه ازاي، بس التسريب ده بيأكد ان احنا عندنا فيلم الاكس مان اللي مارفل هتعمله في العالم بتاعها بتاع الام سي يو. الفيلم ده مش هيتقدم جواه الشخصيه بتاعه وولفرين وهيتعمل ريبوت ايوه لكل الشخصيات التانيه. لو هتسأل ليه طب وولفرين مش هيتقدم، لان بكل بساطه ودي الصدمه اللي انت هتسمعها دلوقتي، مارفل هتخلي وولفرين او هيو جاكمان ان هو يكمل معاهم في عالم الام سي يو بعد كده. وحتى كمان من ضمن الاشاعات اللي كانت عماله بتنزل اليومين اللي فاتوا ان هو فيلم ديدبول اند وولفرين اللي هو يعتبر الفيلم الثاني او الجزء الثاني اللي هيعملوه، هيبقى الفيلم ده مجمع ديدبول وولفرين اللي هو هيو جاكمان ورايان رينولدز، وكمان هيجمع معاهم سبايدر مان. ودي خطه عند مارفل ولكن لسه الفيلم ده لسه قدامه سنين عقبال ما يتعمل ولسه هيفكروا فيه بعد السيكريت وورز. بس هيو جاكمان من ضمن الخطط بتاعتهم اللي هم بالفعل هيقدموها، فالممثل مش هيظهر بس خلال السيكريت وورز وخلاص الموضوع انتهى على كده. فده كده ايوه بيفكرك بالنقطه اللي اتقالت في خلال ديدبول اند وولفرين على ان ديزني هتخليه يكمل لحد لما يتم ال 90 سنه. وعندنا بعد كده توم هولاند صرح ان هو كان عنده فكره كان عايزها ان هي تحصل في خلال فيلم سبايدر مان 4، ولكن الفكره دي كيفن فاجي هو رفضها ان هي تحصل. وعلى حسب الكلام بتاع توم هولاند هو قال ان هو كيفن فاجي رفض الفكره دي لان بالفعل هم قدموها في خلال كابتن امريكا بريف نيو وورلد. وبس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو وانزل اشترك في القناه لو انت لسه مشتركتش، وبيس.